يعني اطمئن، يعني قاعد دلوقتي وقلبه حرقه، نقول له اطمن، لو مت فوعد الله عز وجل سيكون وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. طب يا رب أنا أعمل إيه؟ شوف بقى ختام الآية يا جماعة، يعني تعيش لغاية ما تشوف أو تموت قبل ما تشوف، مش دي القضية، مش دي القضية. طب إيه القضية؟ قال الله عز وجل خاتما الآية فإنما عليك البلاغ. اللي عليك إيه؟ احنا هنشوف هو السؤال بتاع الدرس النهاردة، احنا علينا ايه؟ انشغل بما عليك ودع النتائج لله عز وجل. ما تقعدش حاصر نفسك في التفكير في النتيجة، لان التفكير ده اول شيء مفيش منه عمل ينبني عليه. يعني اقعد انا افكر ان امتى النصر، امتى النصر، طب قعدت من هنا للسنة الجاية بتفكر امتى النصر، عملت انت ولا حاجة. طب التفكير ده عمل ايه؟ برضه ولا حاجة. طب هي امتى النصر دي بتاعتك؟ طب بتاعتي، بتاعت الامم المتحده، بتاعت امريكا، بتاعت اللوبي الصهيوني، بتاعت مين امتى النصر دي؟ ربنا، مش بتاعت اي حد، مش بتاعت اي حد. فقال انما عليك البلاغ سبحانه وتعالى. الايه الثانيه قال الله عز وجل فاما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني لو مت قبل ما ترى ذلك هننتقم منهم برضو، يعني الانتقام موجود، هيحصل. والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإما نذهبن بك فإنا منهم، يعني اطمئن، يعني قاعد دلوقتي وقلبه حرقه، نقول له اطمن، لو مت فوعد الله عز وجل سيكون والله منجز وعده، هيحصل فاطمن. يعني فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم. دي الحالة الثانية، إنك تفضل عايش لغاية ما تشوف ده بعينيك. فإنا عليهم مقتدرون، هالآية اللي بعديها فاستمسك بالذي أوحي إليك. ده اللي عليك، تعيش بقى لغاية ما تشوف، تموت وما تشوفش، فاستمسك بالذي أوحي إليك. واضح يا جماعة؟ يبقى طريقة التفكير بتاعت النتائج دي. بل احنا كنا واحنا بنقرا في دروس التفسير في الفجر، المهم جه معانا قول الله عز وجل واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وساعتها قلت لكم ايه، يعني دوروا على في معنى كده كان ايه، كان هو في قلبي لكن ما كنتش لسه قريته في حته، والشباب قروا جابوا لي بقى ان المعنى ده موجود. انا يعني لما كنت بقرا دي بستشعر معنى ان ده فيه عتاب من الله عز وجل لمن يفكر في النصر. يعني اللي شغله كل تفكيره امتى النصر، امتى النصر، امتى النصر، امتى النصر. فقال الله عز وجل واخرى تحبونها، انتوا بتحبوها، نصر من الله وفتح قريب. وجابوا كلام الرازي كده، قال الرازي في هذه الايه واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، قال وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبه العاجل. ده كلام الفخر الرازي، انتوا بتحبوها، عاوزين نصر عاجل. ربنا سبحانه وتعالى حساباته مختلفه وترتيبه مختلف سبحانه وتعالى.